مثال آخر تشوفوه هو خصم مباشر للولايات المتحدة. خصم تاريخي مش فقط للولايات المتحدة، هو خصم تاريخي للغرب، ومعضلته الأساسية هو وضعه الطبوغرافي. نحن لهنا نتحدث على دولة اللي هي روسيا، اللي هي من يعني أوسع الدول في العالم، من أكبر جغرافيا الدول في العالم. كما تشوفوا يعني دولة ممتدة من يعني المحيط الهادي إلى الغرب الأوروبي، إلى الشرق الغرب الأوروبي. نتحدث عن المعضلة هذيك. روسيا ضخمة، لكن لأنها هي ضخمة عندها تحديات كبيرة برشا. والضخامة الروسية في المقابل تخفي هشاشة عندها علاقة بالجغرافيا مباشرة. اخترت الخريطة هذه بالذات أنا لأنها تعطينا بالضبط مشكل الهشاشة في الجغرافيا الروسية والمعضلة الوجودية نجم نقول الروسية، اللي هي عندها تأثير مباشر على تاريخ روسيا من اللي استقرت كدولة يعني امبراطورية من القرن 17-18 ثم فيما بعد الفترة الحديثة. روسيا معضلتها كانت دائما هي بالضبط في اتساعها، أنها يلزمها تسيطر على مجال بهذا الاتساع في الوقت اللي نفاذها على البحر محدود جدا. تستغربوا لهنا تقول لي كيفاش النفاذ روسيا على البحر محدود جدا. المشكل الروسي في الذهنية الجغرافية الروسية عندهم زوز مصطلحات مهمة جدا: المياه الباردة أو المجمدة والمياه الدافئة. المشكل الروسي هو النفاذ للمياه الدافئة. النقاط اللي تشوفوا فيها لهنا نقاط الزرقاء هي موانئ روسية معلومة كبيرة في بعض الأحيان، لكن لا تشتغل على مدى العام. جزء كبير من العام هي موانئ معطلة، لأنه النفاذ منها وإليها تقريبا مجمد، لأن المياه تتجمد في تلك الأماكن، سواء في الشمال الروسي اللي يحل على الدول الاسكندنافية، أو الشرق الروسي اللي يحل على اليابان وعلى المحيط الهادي. هي موانئ معطلة في جزء كبير من السنة. روسيا عندها حل واحد فقط على مستوى موانئها الدافئة، كما تشوفوا هي النقطة اللي موجودة داخل روسيا، اللي هي موجودة في أقصى الجنوب الغربي الروسي. فالجزيرة الصغيرة هذيك، وبعضكم ربما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بديتوا تعرفوا شوية جغرافية روسيا، وخاصة جغرافية الدولة المجاورة لها اللي هي أوكرانيا، وكشبه الجزيرة هذيك اللي ربما تسمعوها برشا في الأخبار، اللي هي شبه جزيرة القرم. غديك فما واحد من مياه الموانئ النادرة في الجغرافيا الروسية اللي تسمح بالنفاذ للمياه الدافئة. النقطة الحمراء اللي تشوف فيها اللوطة هذيك اللاذقية اللي هي مؤقتة طبعا في إطار الاتفاق الحالي بين النظام السوري وروسيا، وهي تتسمى إنجاز كبير. يعني نجم نقول هو إنجاز تاريخي. روسيا كانت ديما تلوج على النفاذ للبحر المتوسط، وهذه تتسمى وضعية استثنائية وخاصة جدا. طبعا كي قلت الكلام هذا توا من السهل على الأقل نفهموا جزء من الهوس الروسي بالمجال هذاك اللي هي أوكرانيا. علاش أوكرانيا مسألة وجودية بالنسبة لروسيا؟ بسبب الموضوع هذاك تحديدا، بسبب أنه هذاك واحد من المنافذ النادرة بالنسبة لها المجال الضخم المتسع في اتجاه المياه الدافئة وخاصة البحر المتوسط. إذا هذا مثال آخر للعلاقة المباشرة البديهية بين ما هو جغرافي وما هو سياسي. المثال هذا باش نركزوا عليه من بعد في تاريخ الفكر الجغرافي السياسي، لأنه المنطقة هذيك باش تلعب دور أساسي في التأسيس للفكر الجغرافي السياسي، سواء روسيا نفسها، شرق أوروبا، وأيضا ألمانيا. نرجع بعد للخرائط اللي متعلقة بالمجال هذايا وتأثيرها في تشكل الفكر الجغرافي السياسي.